مطلقة وعندي 35 سنة ومعايا بنت عندها 12 سنة، ودلوقتي اتقدم لي كده عريس بس عنده بصراحة 50 سنة. وأنا شايفة إن حالته الاقتصادية والمادية كويس جدا جدا، وكمان يعني إنسان محترم وعارف ربنا وبيصلي ومفهوش أي غلطة. بس المشكلة دلوقتي في بنتي أنا، رافضة إني أنا أتجوز رغم إن هو موافق إن أنا أخدها إن هي تعيش معايا. حاولت إن أنا أفهمها وأتكلم معاها برضو مش موافقة، وللأسف صممت إن هي تسيبني وتروح تعيش مع باباها وكمان مرات باباها. يعني فضلت إن هي تعيش مع باباها ومراته أحسن ما تعيش معايا وأكون أنا متجوزة. وأنا دلوقتي ويلي وليد، وأنا لسه صغيرة وقدام العمر طويل، وبصراحة محتاجة إن يكون ليا حد كده في حياتي. وبنتي رافضة ان انا اعمل ده، ودلوقتي مصممة ومصرة ان انا لو اتجوزت مش هترجع لي تاني ومش هشوفها ابدا في حياتي. وانا بصراحة ما اقدرش ان انا استغنى عنها. مش عارفة اضحي بايه، اضحي بنفسي ولا اضحي ببنتي ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفة انتوا لو مكانها هتتصرفوا ازاي. انا بجد محتاجاكم تفهموني اعمل ايه وتشوروا عليا. دي طبعا يا جماعة مشكلة متابعة، وانا قلت لها اللي انا شايفاه انك تختاري اللي انت عايزاه انت. لو انت حابة ان يكون ليكي شريك في حياتك، انا من وجهة نظري ان هي تتجوز وفي يوم من الايام بنتها ترجع لها، حتى لو بعد سنة. دي وجهة نظري. قولوا لها انتوا كمان رأيكم ايه كده في الكومنتات، لانها محتاجة رأيكم بجد. تعالوا بقى نشوف الاكلة الحلوة دي اللي ما كلفتناش غير 40 جنيه بس. اه زي ما بقولكوا كده، شايفين الجمال ده؟ ما شاء الله، حلاوتها وطعمتها وريحتها جايبة كده لآخر الشارع. الله 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 يا ست. ده نص كيلو كبد من القوانص، ده انا جايباه كده ب40 جنيه. تمام. انتي لو بتجيبي فراخ مثلا بتاعة الشهر بتاعتك، ممكن تاخدي الكبد والقوانص بتاعتها. يعني بتجيبي مثلا 4 فرخات على بعضهم، 5 فرخات على بعضهم، بتاخدي الكبد والقوانص وبتستخدميها كده في يوم زي ده. ولو انتي بقى مش بتعملي كده وبتجيبي مثلا فرخة بفرخة على قدك، ممكن برضو تحوشي الكبد والقوانص عادي، ما بيحصلهاش حاجة في الفريزر حتى لو قعدت شهرين يا جماعة. هبدأ ان انا اغسلهم واخليهم كده زي الفل، وابدأ اجيب كده طاسة احط فيها شوية من الزيت وانزل بالقوانص بعد ما اتقطعت واتصدمت، وحطيت لها شوية مية وشربت المية بتاعتها. نزلت بالكبد واتشوحت شوية، وبعد كده هبدأ انزل ببصلة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقلب كله كده مع بعضه. لازم تسوي القوانص الاول قبل ما تحطي الكبدة او الكبد. تمام. بعد كده بعد ما تشوح معانا البصل، نزلت بملح وفلفل اسمر، وهبدأ ان انا اشوح واقلب كل المكونات دي. طب انتي لو بتعملي الكبد والقوانص كده لوحدها، بصوا مش هتكفي أسرة 4 أفراد. احنا كنت انا وليا 3 عيالي، عملت الغدوة دي لنا، كان جوزي مسافر، وقطعت عليها بقى ايه حبيتين من الطماطم قطع صغيرة، وفلفل اخضر كمان قطع صغيرة، وشوية بقى من المية زي ما انتوا شايفين كده. وهسيبها بقى واغطيها واسيبها مع نفسها كده لغاية ما تستوي. عايزة انها تاخد غلوتين 2 وتبدأ انك تحطها في صينية وتحطها في الفرن، اوكي ماشي. نزلت بقى ايه في الاخر كده براس توم مهروسة، هتدي بقى الريحة والطعم كده في الاخر، بتديها طعم حلو جدا جدا. وعايزة اقولك البطاطس بتزود لك كمية، وفي نفس الوقت بتخلي طعمها حلو قوي. عايزة اقولكم كنا بناكل البطاطس قبل الكبد والقوانص، صدقوني والله حلوة قوي 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 وجميلة جدا. وانا دايما كده بجيب كيس جبنة موتزاريلا كل شهر، بيبقى بحطه كده في الفريزر، باخد منه ايه شوية كده في كل وصفة، احط منه كده شوية على الصينية. وحطيت بقى شوية كده من الجبنة الموتزاريلا ودخلتها كده، خدت لون بس كده في الشواية على الشواية. عايزة اقول لكم طلع بقى والله العظيم تحفة. اعتمدوها، أكلة اقتصادية وموفرة وحلوة جدا جدا. انتوا شايفين بقى الغلاء اللي احنا فيه، فبحاول على قدر الامكان ان احنا نعمل اكلات كده اقتصادية وموفرة. اعتمدي الوصفة دي هتنفعك برضو في شهر رمضان. كل سنة وانتي طيبة، أعضاء الله عليكم بالخير واليوم والبركات. وزي ما انتوا شايفين بقى كده انا حطيت لكل واحد بقى عرفت له طبق رز، وأقدم الأكل كده بشياكة وأناقة وزي ما انتوا شايفين الجمال ده كله. وببدأ بقى ان انا احط بقى جنبها الايه البطاطس اللي انا عملتها بالكبد والقوانص. عايزه انك تستغني عن شويه الجبنه الموتزاريلا، ما تحطهمش
أنا باجيب كيس وبابقى راكناه عندي كده في الفريزر بيقعد عندي طول الشهر، تمام. ما عندكيش خلاص مش مشكلة، حطيها برضه دخليها في الفرن وتاخد لون كده على الشواية جميل جدا جدا. قدميها بقى جنب مخلل واتغدوا وانبسطوا واحمدوا ربنا. والأيام اللي احنا فيها دي لازم نفكر ازاي يعني نعمل لأولادنا أكلات طعمها حلو ونغير فيها، وأكلات في نفس الوقت تكون اقتصادية وموفرة. لو عجبتكم بقى وصفة النهاردة وأكلة النهاردة ما تنسونيش كده بكلمتين حلوين، وياريت تعملوا له فولو لو أي حد جديد معايا. واللايك يا جماعة مش بفلوس، بالله عليكم اوعوا تنسوا اللايك وتعملوا لي متابعة وكومنت حلو كده منكم.